نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد زين المرسلين. أيها المستمعون الأفاضل، تحية مباركة. ورب يقول في كلامه العزيز: إن أنزلناه في ليلة القدر. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكما تعرفوا، ليلة خالية من الشر والأذى، وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير، وتكثر فيها السلامة من العذاب، فهي سلام كلها. يقول المولى عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. وكان سيد النبي في ليلة القدر أكثر الدعاء متاعه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن جملة ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي الليلة هذه مثالش الإنسان يلين قلبه وتدمع عينه من خشية الله، ويشعر بلذة واستمتاع بقيام هذه الليلة المباركة. وما فيها باس الإنسان يكثر من الدعاء ليه ولعياله وأحبابه، وخاصة الوالديه سواء كانوا أحياء أو أموات، وذلك بقلب خاشع وبحضور كل الجوارح متاعه بوجد وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى. ونشكركم على حسن المتابعة والاستماع والاهتمام، وإلى حصة أخرى إن شاء الله. نتمنى لكم الصحة والسعادة والهناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.